كابتن مدحت، جماهير نادي الزمالك فرحانه جدا ان حضرتك رفعت الفانلة البيضاء للجماهير، هل ده كان رد على عمله الكابتن حسام حسن ولا كان؟ لا والله، لا. بص يا استاذ احمد، انا طبعا انا من ساعه ما بقيت مدرب نسيت اللي انا كنت لاعب. المدرب تصرفاته بتبقى يعني لازم يتحكم فيها اكتر. النهارده الرد الفعل بتاعي يعني انا نادي الزمالك، انا متربي في نادي الزمالك، وكابتن خالد غندور عارف الكلام ده كويس قوي، وكابتن عارف كويس ان انا عندي 8 سنين. لما بكون لاعب جه وموجود في وسطنا، وكان كابتن خالد موجود وكان كابتن التيم ساعتها، ويبقى معانا 4-5 سنين ونحصل على اكثر بطولات موجوده في نادي الزمالك، وفجاه تنسى جميل نادي الزمالك، ده بتبقى صعبه شويه. دي اول حاجه. ثاني حاجه، ايه اللي دخل تيشيرت احمر في مباراه الزمالك المصري؟ يعني ايه اللي دخل الموضوع دوت؟ على فكره يا كابتن مدحت، ردود افعال جمهور بورسعيد مستاء جدا من اللي حصل من الكابتن حسام. انت عارف طبعا ان في مشاكل لغايه دلوقتي بين الجمهورين، الاهلي والمصري، وفي النهايه انت مدرب المصري. انا ماليش دعوه. انا ما بتكلمش على جماهير دلوقتي، انا ما بتكلمش. احنا دلوقتي بنقول كان في يا جماعه مشكله، وكل الرياضيين بيسعوا ليها، كل رؤساء انديه بيسعوا ليها، اللي احنا نحلها يا كابتن خالد. بقى لنا دلوقتي 5-6 سنين. النهارده ايه اللي دخل النهارده؟ انت كنت بتلاعب نادي الزمالك في الدور قبل النهائي في بطوله كاس مصر وكسبت 2-0 وما حصلش اي حاجه، وطلع المستوى. والاهلي كسب اخر 3 دقائق بجونين وحضنت اللعيبه بعد المباراه، مفيش مشكله. اشمعنى يا استاذ احمد الزمالك لما انت كسبت نادي الزمالك ونزل مصطفى مرتضى وطلع محمود عاشور من الملعب والامور عدت عادي، واشمعنى لما خسرت في الوقت الضايع ورحت حضنت الجهاز الفني للنادي الاهلي ولعبت النادي الاهلي؟ اشمعنى؟ دي حاجه حريه، انت راجل اهلاوي، دي قصه ثانيه. انما انا بتكلم النهارده ايه اللي دخل النهارده في مباراه الزمالك والنادي المصري علم النادي الاهلي او شرط النادي الاهلي او اللون الاحمر عموما، مع احترامي طبعا. دي يعني اكيد فيها حدثيه كتيره. طب ليه؟ طبعا فيها استفزاز. انا اقسم لك بالله كمان مره. طب هو ما كانش في مبرر لكده يا كابتن مدحت؟ يعني هو تصرف التصرف ده من غير اي سبب. انا بسبق لحضرتك، اقسم لك بالله ان جماهير الزمالك ما غلطت النهارده في بني ادم، لان الكابتن خالد الغندور عارف ان جماهير الزمالك بتحب حسام ابراهيم. لا بس الكلام اللي هو بعد ما عملوا كده شتموه بعد ما يا كابتن خالد دلوقتي ايه اللي يخليك توصل تجيب تيشيرت احمر وتروح لجماهير الزمالك والماتش شغال؟ ما انت اكيد هتشتم كده. طب ليه؟ طيب ليه يعني؟ كابتن مدحت معلش، هو ايه احنا شفنا كابتن ابراهيم طلع بيقول انت تسكت خالص ما تفتحش بقك وما اعرفش حاجه كده. انا بص كان بيقول لمين؟ يعني انا متهيألي الكابتن طارق يحيى طلع وضح حاجات كتير على لا انا عايز اعرف منك انت. انا مش عايز اتكلم لان يعني مش عايز حد يقول مدحت يقول لا، انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده يا كابتن خالد. مش عايز اقول لك في حركات حصلت وحركات بزياده، اذا كانت ليا ولا المدرب الاحمال ولا ليني بوشا، حتى انا الكاميرا جابته وانا رحت النوبيشا وبحجزه يعني عشان ما يبصش الناحيه الثانيه. وبعدين الموضوع اتقلب عليا انا. يعني انا من ساعه ما بقيت مدرب نسيت اللي انا كنت لاعب. المدرب تصرفاته بتبقى يعني لازم يتحكم فيها اكتر. النهارده الرد الفعل بتاعي يعني انا نادي الزمالك، انا متربي في نادي الزمالك، وكابتن خالد غندور عارف الكلام ده كويس قوي، وكابتن عارف كويس ان انا عندي 8 سنين. لما بكون لاعب جه وموجود في وسطنا، وكان كابتن خالد موجود وكان كابتن التيم ساعتها، ويبقى معانا 4-5 سنين ونحصل على اكثر بطولات موجوده في نادي الزمالك، وفجاه تنسى جميل نادي الزمالك، ده بتبقى صعبه شويه. دي اول حاجه. ثاني حاجه، ايه اللي دخل تيشيرت احمر في مباراه الزمالك المصري؟ يعني ايه اللي دخل الموضوع دوت؟ على فكره يا كابتن مدحت، ردود افعال جمهور بورسعيد مستاء جدا من اللي حصل من الكابتن حسام. انت عارف طبعا ان في مشاكل لغايه دلوقتي بين الجمهورين، الاهلي والمصري، وفي النهايه انت مدرب المصري. انا ماليش دعوه. انا ما بتكلمش على جماهير دلوقتي يا استاذ، انا ما بتكلمش. احنا دلوقتي بنقول كان في يا جماعه مشكله، وكل الرياضيين بيسعوا ليها، كل رؤساء انديه بيسعوا ليها، اللي احنا نحلها يا كابتن خالد. بقى لنا دلوقتي 5-6 سنين. النهارده ايه اللي دخل النهارده؟ انت كنت بتلاعب نادي الزمالك في الدور قبل النهائي في بطوله كاس مصر وكسبت 2-0 وما حصلش اي حاجه، وطلع المستوى. والاهلي كسب اخر 3 دقائق بجونين وحضنت اللعيبه بعد المباراه، مفيش مشكله. اشمعنى يا استاذ احمد الزمالك لما انت كسبت نادي الزمالك ونزل مصطفى مرتضى وطلع محمود عاشور من الملعب والامور عدت عادي، واشمعنى لما خسرت في الوقت الضايع ورحت حضنت الجهاز الفني للنادي الاهلي ولعبت النادي الاهلي؟ اشمعنى؟ دي حاجه حريه، انت راجل اهلاوي، دي قصه ثانيه. انما انا بتكلم النهارده ايه اللي دخل النهارده في مباراه الزمالك والنادي المصري علم النادي الاهلي او شرط النادي الاهلي او اللون الاحمر عموما، مع احترامي طبعا.
دي يعني اكيد فيها حساسيه كتيره. طب ليه؟ طبعا فيها استفزاز. انا اقسم لك بالله كمان مره. طب هو ما كانش في مبرر لكده يا كابتن مدحت؟ يعني ما يعني هو تصرف التصرف ده من غير اي سبب. انا بشفق لحضرتك، اقسم لك بالله ان جماهير الزمالك ما غلطت النهارده في بني ادم، لان الكابتن خالد الغندور عارف ان جماهير الزمالك بتحب حسام ابراهيم. لا بس الكلام اللي هو بعد ما عملوا كده شتموه بعد ما يا كابتن خالد دلوقتي ايه اللي يخليك توصل تجيب تيشيرت احمر وتروح لجماهير الزمالك والماتش شغال؟ ما انت اكيد هتشتم كده. طب ليه طيب؟ ليه يعني؟ كابتن مدحت معلش، هو ايه احنا شفنا كابتن ابراهيم طلع بيقول انت تسكت خالص ما تفتحش بقك وما اعرفش حاجه كده. انا بص كان بيقول لمين؟ يعني انا متهيألي الكابتن طارق يحيى طلع وضح حاجات كتير على لا انا عايز اعرف منك انت. انا مش عايز اتكلم لان يعني مش عايز حد يقول مدحت يقول لا، انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده. كابتن خالد مش عايز اقول لك في حركات حصلت وحركات بزياده، اذا كانت ليا ولا المدرب الاحمال ولا لينيكوشا. حتى انا الكاميرا جابتني وانا رحت النوبيشا وبحجزه يعني عشان ما يبصش الناحيه الثانيه. وبعدين الموضوع اتقلب عليا انا عشان تيشيرت الزمالك. انت معانا احنا الزمالك، انا ما رفعتش علم حد تاني. انت مدرب الزمالك وبترفع علم الزمالك، فدي حاجه مش عيب يعني. بالظبط، ولجماهير الزمالك كمان مش حد بالظبط، ولجماهير الزمالك صحيح. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.